السلام عليكم. سؤال لوزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار. ليش ما غليت الربطة؟ ليش خفضت وزنها بس؟ تضحك على العالم؟ تفكر العالم ما تفهم مثلا؟ ما تعرف وسائل التواصل الاجتماعي اليوم ملأت الدنيا وشغلت الناس؟ ما تعرف انه الناس ما عاد حدا ما يفهم، الكل صار يفهم، والكل صار سياسي، الكل صار يعبر. خلاص بالمرة خليها على نفس الوزن بس ارفع سعرها وانتهى الموضوع، خليك هيك واضح مع العالم. ليش قاعد تضحك على العالم؟ يعني مثل الاعلانات يقول لك والله سعر المنتج هذا عرض خاص، سعره 299 ليرة. شو 200؟ شو قول 300 وخلاص. ليش؟ آه ولا لانكم غليتوا القمح مثلا؟ على فكرة القمح هذا تسعيرة الدولة يعني، ما غليتوا شيء. الرئيس بنفسه تدخل وما قدر يغير سعر القمح. لما ثارت الفلاحين ما قدر يغير سعر القمح. ما قدر يتدخل بقراراتك يا سيادة الوزير، تدخل بالمكافأة بس. اما سعر القمح خلاه مثل السعر اللي انت حطيته. فليش تغلي الخبز؟ ليش تخفض السعر؟ ليش؟ مو انت حطيت سعر القمح، حطيت التسعيرة هاي حتى ما يغلي الخبز. والرئيس بالذات نفسه تدخل وما قدر يأثر على قرارك. اما تدخل بالمكافأة، هي مكافأة من الدولة. ايه ليش؟ ممكن جاوبنا؟ يا سيادة الوزير، هل تعلم لو سألت الذكاء الاصطناعي عم يقول لي عندك شهادة دكتوراه بالنقد الاقتصادي من جامعة واشنطن من أمريكا، ولكن هل تعلم يا سيادة الوزير 100,000 شهادة ما تسوي ضمير؟ هل تعلم يا سيادة الوزير أنه إذا المسؤول شهادته طولها من دمشق إلى حلب ما تصنع عنده وجدان؟ يا سيادة الوزير الشعب منهك، الشعب ملعون أفطاسه يا سيادة الوزير. الشعب يغلي من تحت، بس بده جدحة اللي تخليه يفيع مثل ما فعل بال 2011. فهل انت جاي تريد تكون الجدحة يعني عم تشتغل على رغيف الخبز مثلا؟ الشعب يغلي يا سيادة الوزير، الشعب ميت من الجوع. سوري ام النفط والغاز. البارح واحد يقول لي مشتري برميل نفط بصرين للحصاد، بصرين منبج بطون قمح وفوق 15 دولار. مشتري برميل واحد. شو هذا؟ الشعب اللي ما اللي مأيدكم قام يكرهكم. حسبي الله.